السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد. فيديو النهارده فيديو المنيو معانا اكلات اسبوع حلو وحادق وكمان وجبات تنفع للعشاء. ان شاء الله الفيديو يعجبكم، ولو انتوا اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وتحطوا لايك للفيديو. يلا نسمي الله ونشوف الوجبات اللي معانا ايه النهارده. معانا اول حاجه معانا كيكه الجميله دي، عملناها علشان نحلي بيها كده بعد الغدا. معموله من كوبايه دقيق واتنين بيضه ونص كوبايه لبن ونص كوبايه زيت، بطريقه جميله جدا، وحطينا عليها الكريم شانتيه وزوقناها كمان بصوص الشوكولاته الاقتصادي او صوص النوتيلا او بديل النوتيلا. وتقدروا تشوفوا الفيديو عندي على القناه، ان شاء الله هيعجبكم باذن الله. بعد كده معانا هنا الحواوشي. عملنا الحواوشي بطريقه جميله جدا وسهله. زي ما انتم شايفين كده، عملنا بنص كيلو من اللحمه. وجبه غدا جميله جدا. عملنا 6 ارغفه من الرغيف اللي هو بتاع البطاقه او بتاع التموين، يعني احنا بنشتريه من التموين. زي ما انتم شايفين كده، العيش حجمه مش صغير قوي ولا مش كبير، يعني وسط. ولكن النص كيلو عمل لنا 6 ارغفه زي ما انتم شايفين. حجمه جميل جدا كمان. الحشوه مليانه، تحس ان الرغيف فيه لحمه كتير. وطبعا زي ما انتم عارفين الحواوشي بيحب كمان سلطه الطحينه والمخللات. وعندكم الفيديو هنا على القناه، تقدروا تخشوا وتشوفوه، ان شاء الله يعجبكم جدا. الحواوشي بطريقه سهله جدا وكمان اقتصادي، ووجبه جميله جدا وخفيفه كلنا بنحبها زي ما انتم شايفين كده. حلو جدا، هيعجبكم باذن الله. تقدروا تخشوا وتشوفوه على القناه. بعد كده معانا هنا بقى وجبه الكشري. الكشري المصري طبعا حبيبنا كلنا بنحبه، كل المصريين عاشقين للكشري. طبعا انا هنا عملته بطريقه سهله جدا، وكمان مش هتخليكي تستخدمي حلل كتير ولا مواعين كتير ولا اي حاجه. هتعملي بطريقه سهله جدا. عندك طبعا الفيديو بتاع الكشري ده موجود على القناه بكل التفاصيل، ازاي عملنا الرز، ازاي عملنا المكرونه، وعملنا الدقه والشطه، وكمان عملنا العيش المتحمر زي ما انتم شايفين. عملناه بشويه زيت طبعا علشان الكشري يطلع معانا طعمه جميل وزي بتاع المطاعم او بتاع المحلات الكشري. لازم طبعا كميه الزيت تبقى معانا كميه وفيره، لان احنا هنستخدمها في كل خطوه من خطوات الكشري. يعني هننفذ بيها لما نسلق المكرونه هنضيف شويه من الزيت ده اللي حمرنا فيه البصله. وكمان لما نيجي نعمل الرز والعدس هنبتدي نضيف من الزيت ده اللي احنا حمرنا فيه البصله، علشان يدي طعم حلو قوي للكشري بتاعنا زي ما انتم شايفين. وكمان بنعمل منه الصلصه بتاعتنا الجميله زي ما انتم شايفين، لونها حلو قوي، لان انا كنت ضايفه لها معلقه من هرسه الشطه الحمراء، وكمان ضايفه لها بابريكا. وزي ما انتم شايفين كده البصل المقرمش انا عملته، وهوري لكم عملته ازاي. من غير دقيق ولا نشا ولا اي حاجه، احنا بنقطعه شرايح رفيعه زي ما انتم شايفين كده، وبنضيف عليه رشه من الملح. وطبعا زي ما قلت لكم ان احنا لازم يبقى معانا كميه زيت حلوه علشان البصل يتحمر معانا ويطلع مقرمش ويطلع معانا بالشكل الجميل ده. بعد كده عملنا وجبه الهمبرجر او البرجر الفراخ اللي ولادنا كلهم بيحبوه. وانا كنت عامله العيش الكايزر وطبعا عايزه اقول لكم اي حاجه من الوجبات اللي انا قلتها او لسه هقولها في الفيديو ان شاء الله هتلاقوها على القناه. هنا وجبه برجر الفراخ انا عاملاها في فيديو منفصل، وكمان عامله العيش الكايزر في فيديو لوحده. لو حابين تتفرجوا على الفيديو لوحده وفيديو ده لوحده او الاتنين مع بعض، برضو هتلاقوهم في فيديو على القناه، تقدروا تخشوا. وانا ان شاء الله هحط لكم لينكات اي فيديو من اي وصفه من الوصفات. لو عجبكم قولوا لي عليها، وان شاء الله هتلاقوها عندي على القناه. بعد كده عملنا الكفته الجميله دي. عملنا كفته البرغل برضو بنص كيلو من اللحمه. عايزه اقول لكم ان المنيو بتاع الاسبوع ده منيو كله اقتصادي وجميل جدا، هيعجبكم باذن الله، وان شاء الله هتنفذوه. هتقولوا لي رايكم في التعليقات. عملنا كفته البرغل ديت بنص كيلو من اللحمه وربع كوبايه من البرغل، وحطينا عليهم البصل بتاعنا والفلفل الرومي والطماطم، وفرمناهم في الكبة وعصرنا منهم المية، وضفناهم على اللحم بتاعنا والبرغل، وفرمناهم فرمة تانية وصبعناهم ودخلناهم الفرن على درجة حرارة عالية طبعا، علشان اللحم او الكفتة تتشمع مننا وما تنزلش ميتها. وخرجت معانا بعد ربع ساعة بالشكل الجميل ده. وتقدروا تخشوا طبعا تشوفوها على القناة موجودة بإذن الله. الفيديو هيعجبكم جدا والوصفة سهلة جدا. وعملنا معاها بقى سلطة خضراء، وعملنا كمان بابا غنوج، وكانت أكلة جميلة جدا. وتقدروا طبعا تنفذوها بجنبها رز أو جنبها مكرونة زي ما تحبوا. وجبة جميلة جدا وكانت مشبعة وكانت سهلة كمان. احنا عايزين في الوقت ده الجو حر،
كل الوصفات تكون سهلة وسريعة وما تاخدش مننا وقت طبعًا علشان الحَر، ما نقعدش كتير في المطبخ، زي ما أنتم عارفين كلنا الجو حَر جدًا ومطابخنا طبعًا بتبقى حَر، فعايزين ننجز في عمايل الأكل بتاعنا بسرعة، زي ما أنتم شايفين كده إن شاء الله هتعجبكم. بعد كده معانا هنا وجبة السمك الجميلة دي، عملنا سمك وأنا كنت نفّذته قبل كده في فيديو، تقدروا برضه تخشوا تشوفوا الفيديو دوّة هيعجبكم. عملنا السمك المقلي المقرمش، أضفنا للدقيق بتاعنا معلقة كبيرة من النشا علشان السمك بتاعنا يبقى مقرمش، وانت كده بتبدري السمك بتاعك بالدقيق، تحطي كمان معلقة من النشا وتقلبيها، هتلاقي السمك يطلع معاكي مقرمش وجميل. وعملنا كمان جنبه رز بالبصل، وكانت أكلة جميلة جدا تقدروا تنفذوها وإن شاء الله تاكلوها بألف هنا وشفا. بعد كده عملنا المعجنات الجميلة ديت، عملناها في العشاء، اتعشينا بيها كوجبة خفيفة كده وسهلة وسريعة. وعايزة اقول لكم برضو ان المعجنات ديت محشية جبنة، وهتلاقوها طبعا موجودة على القناة، منفذينها ان شاء الله تعجبكم وتنفذوها وتقولوا لي رأيكم ايه. بعد كده اليوم اللي بعديه عملنا هنا أجنحة الفراخ مع صينية بطاطس حلوة قوي، وكمان عملنا جنبها طبق البتنجان المخلل ده ورز بالشعرية زي ما انتم شايفين، وكانت أكلة جميلة جدا. وإن شاء الله تلاقوا برضو الفيديو بتاعها موجود على القناة، تخشوا وتشوفوها وتنفذوها، كانت جميلة جدا. والبتنجان المخلل كمان موجود في فيديو لوحده، تقدروا تخشوا تشوفوه وتقولوا لي رأيكم ايه. بعد كده اليوم اللي بعديه عملت هنا فاصوليا بيضة، وكان عندي فرخة طلعتها وغسلتها غسلة كويسة قوي. وبعد كده قلت مش هعمل شوربة ولا حاجة، انا هبتدي احطها في الصينية كده، ومسكتها فتحتها من الظهر، وطبعا بعد ما غسلتها غسلة كويسة قوي بالملح والليمون، وشطفتها وسبتها لما تصفي ميتها خالص. بشرت بصلاية كده وطماطمايه، وحطيت عليهم شوية التوابل بتاعتنا، بصل بودر ملح وفلفل وشوية من البابريكا، وبدأت أدعك الطماطم والبصل مع التوابل كده لحد ما انزلهم الميه بتاعتهم. بدات احط الفرخه بتاعتي زي ما انتم شايفين، ودعكتها دعكه حلوه قوي. بعد كده ضفت عليها حوالي كوبايه من الميه، وحطيتها على عين البوتاجاز من فوق، وغطيتها وسبتها حوالي نص ساعه لحد ما تستوي. وبعد كده دخلتها الفرن، وهنشوف مع بعض انا عملتها ازاي. زي ما انتم شايفين حلوه جدا، وكان طعمها في منتهى الجمال، وكمان سهله وسريعه ومش هتاخد منك وقت خالص. وبرده دي طريقه من طرق في شوي الفراخ، بس بتكون سهله وسريعه ما تاخدش منك وقت. زي ما انت شايفه كده، بعد حوالي نص ساعه ما سبتها على عين البوتاجاز، خدت اهي نص ساعه ادها سوا. وبعد كده هبتدي ادخلها الفرن، هتكمل سواها وكمان تاخد اللون وتاخد التحميره الحلوه اللي احنا بنحبها. انا هنا ضفت لها معلقه من الزيت علشان تاخد لون حلو كده بعد ما تخرج من الفرن، وان شاء الله هتشوفوها وهتعجبكم وتقدروا تنفذوها طبعا مع اي اكله انتوا بتحبوها. هنا بعد ما دخلتها الفرن سبتها شويه كده، وبعد كده فتحت عليها الشوايه، خرجت معايا بالشكل الجميل ده، شكلها زي المشويه بالظبط. شايفين طعمها شايفين شكلها حلو قوي، وكمان طعمها كان في منتهى الجمال. وعملنا مع الفاصوليا رز بالشعريه، وكان عندنا زيتون مخلل، وخلص اليوم بتاعنا. وتقدروا تنفذوا طبعا، وطريقه الفاصوليا سهله جدا. لو حابين ان انا اعملها لكم فيديو منفصل طبعا انفذها لكم، قولوا لي بس في التعليقات على اي وصفه من المنيو بتاع الفيديو دوت انتوا عايزينه، وانا ان شاء الله هقول لكم موجوده في القناه، او لو حابين انفذها لكم في فيديو منفصل ان شاء الله. واشوفكم على خير، فيديوهات جايه كتير. مع السلامه.